is another specimen from the collection. This is a fragment that weighs about 80 grams. This is a piece of the Titint meteorite. And again, this meteorite is quite famous. It's very scientific. هل تعلم أن المغرب هو من بين أكبر مناطق تساقط النيازك في العالم؟ نعم، حقاً، إنه بلد النيازك. بعد القطب الشمالي يعتبر المغرب ثاني أكبر حقل تساقط للنيازك. ما يجعل هذا الأمر أكثر إثارة هو أن بعض هذه النيازك نادرة للغاية، وقد يصل ثمنها إلى $1000 للغرام الواحد. لنأخذ مثالاً على ذلك، نيزك تيسنت المريخي الذي سقط في قرية تيسنت بالمغرب. في صباح مشرق اهتزت القرية على وقع دوي انفجار هائل، مما جعل آلاف البدوين يتسارعون للبحث عن شظايا الحجر. وفي النهاية عثر أحدهم على قطعة نادرة، نيزك شيرغوتيت مريخي، الذي سمي لاحقاً بنيزك تيسنت نسبة إلى المكان الذي سقط فيه. في سنة 2011 تم بيع هذا النيزك الثمين لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، ومن هناك انتقل إلى وكالة ناسا لدراسته. الخلاصة هي أن المغرب ليس فقط موطناً للثقافة والتاريخ، بل هو أيضاً منجم كنوز فضائية. قد تجد نفسك محظوظاً إذا صادفت نيزكاً نادراً، وقد تفتح أمامك أبواباً للثراء العلمي والمالي. فكن مستعداً، فقد تكون أنت القادم الذي يكتشف قطعة نادرة من تاريخ الكون.